أهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعين بين سبورتس. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الكلمة الأخيرة. نرحب سريعا في المميزين من الصحفيين في حلقة اليوم: بدر الدين الإدريسي، نبيل تليلي، مساعد العصيمي، وصابر غراوي. أهلا وسهلا. أهلا بك، مساء الخير يا مشاري، مساء الخير عليكم وعلى ضيوفك الكرام وكل المشاهدين. واحدة من أمتع وأبرز مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات في هذه النسخة المونديالية المثيرة الممتعة. إنجلترا تنتصر على كرواتيا ب4 أهداف ل2، وتابع أبرز ما جاء فيها. ترى تفوز بنتيجة 4 أهداف ل2 في كأس العالم لأول مرة منذ عام ومنذ نهائي 1966 أمام ألمانيا تحديدا. إنجلترا ممتعة، مختلفة، صاحبة رغبة، إمكانيات ظهرت مع توخيل. في كل مرة تأخذنا النوستالجيا إلى 1966، إلى أول وآخر مرة. ربما عادت كرة القدم أول لكن آخر مرة يعني بعلم الغيب إلى الآن طبعا إلى الآن. منذ هذاك الوقت في كل مرة تدخل إنجلترا كأس العالم إلا ويقولون هل ستعود كرة القدم إلى بيتها. تعرف العبارة الشهيرة نعم. اللي بيكرروا الإنجليز لأنهم هم اللي يقولون على أنهم خلقوا كرة القدم. لكن صدقني كانت أجمل خاتمة لأول جولة في دور المجموعات، مباراة من أجمل ما يكون. وأنا سبق وقلت لكي تهيئ مباراة جميلة لابد لك من فريقين يلعبان كرة قدم رائعة جدا. الإنجليز والكروات قدموا مباراة رائعة جدا. صحيح أن الكعب كان عكس حديث صابر وبدر في بداية الكلمة الأخيرة. لا بدر لا بدر أنا قلت على أن المنتخب الإنجلترا سيأتي إلى هذه البطولة بشكل مختلف. ولماذا راهنت عليه؟ لأن هناك جيل جديد. أنا قصدت مساعد وأنت تتجنب مساعد. لا، مساعد صديقي ورفيقي. لا احنا بالبرنامج انعكاسات النقاشات خلاص هو يتحمل مسؤوليته في اختياراته ويدافع عن اختياراته. حق الرد تفضل. دام انه يعني قللت انجلترا في الاول. ذكرني بالاسم. انجلترا ممتعه، وانت ايش رايك؟ يا مسعد. انجلترا امس كان فريق صلب. يعني شوف الكلام من غير الانصاف انه ما نقول انه انجلترا كانت متميزه وقادره على انها تحدد هويه المباراه امس، رغم انه الكروات شاركوا في الفعاليه وفي القوه وفي التفاعل في المباراه. لكن انا برد على بدر انه دائما ينسب الامور لنفسه. اذا فازت انجلترا انا قلت انا قلت نفسه خطيره والله عميقه الجمله وضحك صابر يعني يوضح المسألة. انا ودي انتم على اساس توثقوا يا اخي جيبوا لقطات من الحلقات السابقه على اساس نلغي كلمه انا قلت. ارجع للفار. رجع الفار يا مساعد صار مشاري ومشاري صار مساعد. هو اللي قال أيوة. على انك انت في البدايه قللت من الانجليز. انا ما قلت قللت، وجهه نظر. وجهه نظر طبعا تحترم. انا لم اقلل. وحتى دخول الانجليز بالامس لا يعطي ضمانات على انهم غادي يكونوا هم افضل فريق في البطوله. وليس من العقل انه الفريق المدجج بمثل هؤلاء النجوم والبدلاء اللي على المسا. شوف البدلاء اللي نزلوا الجناحين ايش عملوا. صحيح. اليوم راشفورد وساكا. يعني انت مستحيل احد يقل الا اذا كان شخص لا يفهم كرة القدم. لهذا انتم مشاري ارض. لا انا اسال. لا مع توخيل مختلف تماما. فرق كبير. لا توخيل قصه وساوثجيت قصه. طيب ده ما يمنعش ان انا انتقد بعض الاخطاء. انا النهارده بتكلم على بعض الاخطاء الدفاعيه. كنا فين واصبحنا فين؟ صحيح. لا معاك تماما. انا اتفق معاك تماما. بس ده ما يمنعش ان انا بتكلم على بعض الاخطاء الدفاعيه اللي اثمرت عن هدفين وكادت ان تثمر كمان عن هدفين اخرين في الشوط الاول ومثلهم. يا اخي انا ذكرت لك الروح القتاليه. لحظه بس بدر بس شوف هاري كين يا صابر في اخر لحظه انا متفق تماما. شوف الروح القتاليه والرغبه والاصرار. فارق هاري كين يدافع. ساوثجيت وتوخيل لا فارق كبير جدا. دلوقتي المنتخب الانجليزي مرشح للفوز. ممتاز بدر. انا عندي تعليق بسيط جدا بمعنى انه صابر راى في منتخب انجلترا ما لم نراه نحن، ما لم يراه العالم بكله. وهو اليوم كله الاشاد باداء المنتخب الانجليزي واشاد ايضا بالمباراه. مباراه كانت قويه جدا، لا يمكن ان ننقص ابدا من المنتخب الكرواتي. المنتخب الكرواتي يا صابر اكثر منتخب وصولا الى المربع الذهبي في اخر 3 نسخ من كاس العالم. احنا بنتكلم على اخر سنتين. جيل رائع جدا. لا سواء من المخضرم من البدلاء. ثم ايضا المباراه الامس يا صابر كانت مباراه مفتوحه. يعني مباراه ما فيها حس دفاعي من اي طرف، منظومه دفاعيه مؤسسه على اسس حديثه. لكن
المنظومه الهجوميه رائعه لا، جدا أنا هقول لك من بالأرقام، المنتخبين، رقم صغير، رقم لكن صغير. اللي فرق رقم صغير. هو فرضيات المنتخب الانجليزي. المنتخب الانجليزي بس لحظه صابر، بس وصفك ان صابر هو الوحيد اللي شاف المنتخب الانجليزي شافوه بشكل غير يا اخي. لانه يقول لك يحسب عليه اكثر ما يحسب له. ايوه لان الاخطاء الدفاعيه ديت من المفترض انها ما تكونش موجوده. لا استنى بس، انا هقول لك رقم صغير. تخيل عدد الفرص اللي سنحت لكرواتيا ضد انجلترا ضعف عدد الفرص اللي سنحت لكرواتيا ضد سلوفينيا في اخر مباراه وديه قبل البطوله ب3-4 ايام. ممتاز. ضعف الفرص اللي أتيح على مرمى انجلترا ده، كل ده يحسب على ممتاز. هاري كين، نبيل هاري كين لاعب ممتع، سجل هدفين ويستحق رجل المباراة. طبعا يستحق رجل المباراة. هاري كين امبارح يعني انا حكيت لك على اللقطة اللي شاهدتها في اخر وقت، انه في اخر وقت راجع يدافع. شوف كيف يسجل، شوف تحس منظومة، تحس فريق يار. لكن لوم على منتخب كرواتي ايضا، لاعب مثل هاري كين انه من غير محاصرة في مناطق الجزاء، فهذا شيء يعني يعاب عليه منتخب كرواتيا اللي معروف بصلابته الدفاعية. هاري كين هداف وهداف ماكر وليس مثل أي لاعب. هاري كين لما تشوف هاري كين في السن هذا وفي الخبرة هذه يرجع في آخر وقت من المباراة حتى يدافع بالشراسة هذه، هذا يحسن. هذه كرة. نعم، الإعلام جزء لا يتجزأ، خصوصا في هذه الإشادة لمدرب منتخب إنجلترا توماس توخل بعد حديثه في الانتصار الأول أمام الكروات. نتابع تحديدا معكم مشاهدينا ماذا قال. I think like we were too passive after we scored. Already straight away the feeling, oh, we have something to lose. Then we went backwards, which is absolutely not our character. They punished us twice, but I love the reaction. It was good. It's always about the reaction. Mistakes happen. We play against a good opponent, so the reaction was excellent. إذن هذا كان حديث توماس توخل. واضح هناك عمل، واضح هناك انسجام وعلاقة جيدة ما بين المدرب واللاعبين. شوف اللي لاحظنا على توخل في المباراة انه المبارزة التكتيكية اللي صارت في المباراة انه انتصر فيها بكل المقاييس، حتى لو كانوا الكروات يصلون الى منطقة 18 لكنه كان ايش يخلق الفرص بطريقة الى درجة انه بيلينغهام اللي شفناه امس يلعب بطريقة جميلة جدا بين الدفاع والهجوم. يعني تخيل أن النجومية راحت الكين بسبب هذا المدرب اللي أعطى مهام إضافية لهاري كين، لكن بصفة عامة هذا المدرب انتصر بشكل كبير حتى لو الكروات أخذوا الكرات. انتصر لرأيي كمان ممتاز. انتصر لرأيي كمان بتصريحه، لأنه صحيح تقريبا كل من هذه المواجهة إلى بداية مخيبة للبرتغال والكونغو تخطف نقطة تاريخية في المشاركة التاريخية الأولى في المونديال. نتابع معكم أبرز ما جاء في هذه المواجهة.